حبايبي بحبكم في الله. انا رفايده ممدوح، ده قناه اكلك على قدك. هنعمل بيتزا وفطير ودوناتس وكله من نفس العجين وكله في فيديو واحد، والاول مره على اليوتيوب كله في فيديو واحد. هوريكم تكات دي وتكات دي وتكات دي وحركات دي وحركات دي، وكله من دقيقه واحده، دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو دقيق المعجنات. يعني عايزه تحطي محسن عجين حطي، مش عايزه انا ما بحطش يعني بصراحه. يلا بقى نسمي بسم الله، واعملي لايك كده واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها جديده. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل البنات المبتدئه اللي ما عندهاش مثلا الا حبه دقيق حلوين. هنعمل منهم دون ودون ودون، ما تستصعبيش. وانتي قاعده كده في السهره بالليل، ولو انتي قاعده في بعد العصاري كده زي ايه وانتي بتشربي شاي العصاري يعني. عجين العجينة الموضوع مش محتاج تخمير كتير ولا حاجة، ده ايه حاجات بسيطة كلها وفي ايدك. وتعلمي البيتزاية الوقت بتعدي 150 جنيه، يعني البيتزاية ام لحمة مفرومة بتعدي 150 جنيه، البيتزاية ام خضار ب100. طبعا الفطيرة ما شاء الله معدية 50 و60 الوقت. اسعار يعني مهولة بصراحة. الدوناتس يعني الدوناتسية الواحدة ب15 جنيه، يعني ده في المناطق الشعبية كمان. يعني في بقى دوناتسية ب35 وب40 وب50 واسعار بقى يعني. فقوم اعملي وبدعي وما تهبيش حاجة. العجين لعبة سهلة جدا وانا بحب العجين جدا بصراحة. حطينا بقى هنا ما عملناش اكتر من مية ودقيق زي ما شفتي، مية ودقيق، والمية فيها شوية ملح بس ولا اي حاجة تانية، حبة ملح ومعلقة سكر بس. دي العجينة الأساسية، ما عملناش فيها أكتر من كده. وبنعجنها بقى، عجناها كويس في البتاع في البولة اللي كانت فيها. حسيت البولة يعني ايه مش مساعداني، فعلى الرخامة أسرع وأسهل. وكمان بتفتحي كده العجينة كل لما ترزعيها الرزعة الحلوة دي على الرخامة تقومي إيه بتتفتح منك، وبتبقى ايه بتاخد هوا كده ومن جواها، وبتبقى مفتحه ومورقه وجميله، سواء في الفطير او في اي معجنات، حتى لو راح تعملي بيتزا فين واي حاجه. اهو شفتوا هي دي كلها عجينه واحده. اهو قسمتها نصين، حطيت عجنتها ازاي، ميه ودقيق وحبه ملح ومعلقه سكر، ما عملش اكتر من كده. الاصفر اللي هناك ده انا كنت بوريهولكوا في الاول، دي كانت جبنه شيدر. تمام. اللي في ايديا دي بقى هنعملها عجينه البيتزا. حطينا عليه، لا يا رب دي مش عجينه البيتزا، دي عجينه الفطير. لبختوني اتلبخت عشان كله زي بعضه، فايه اتلبخت. دي اللي انا حطيت عليها حبه زيت صغيرين، دي يعني قيمه معلقه واحده زيت بس. لو عايزه تعمليها لوحدها هي قيمه مثلا ايه كوبايتين، قيمه كوبايتين دقيق. يعني لو عايزه تعمليها لوحدها كده بس، اهو ميه وزيت ومعلقه زيت واحده والميه والدقيق بس. شايفين بقى انا بدخل فيها وبقطعها حتت وبفتح فيها على الاخر، عشان دي عجينه الفطير. لازم اي عجينه معاكي تتعجن كويس، والله عجينه الفطير، عجينه الدوناتس، عجينه البيتزا، العجين اللي بتخبزيه كله لازم يتعجن حلو. فانا ايه بورق فيها بقى كده وبشد فيها وبمط، يعني بصي بطلع كل الغل المبيت في قلبها. اهو وحطيناها بقى، ممكن تدهني الطبق ده زيت اهو. وحطيناها بكون يعني ايه مش ناشفه ومش طريه يعني ايه يا دوب كده، يعني طريه شويه. تمام، يعني سايبه شويه، مش سايبه ميه بس سايبه شويه عن عن العجينه اللي انا بعملها دي. دي بقى عجينه البيتزا، هتطلع احلى بيتزا، كله من نفس العجينه اهو قدامك اهو. وصلت معانا لحد هنا بقى، ما تنسيش في اللايك. الفيديو بصراحه متعوب فيه، يعني قعدت بتاع ساعه كده ولا حاجه اعمل فيه. وكمان يعني جت بصراحة أحداث فلسطين، فما انقطعت، ما بقتش أنزل حاجة. يعني ايه ادعوا لهم ربنا يصبر، يربط على أهالي أمهاتنا وشهدائنا وأبهاتنا، والله بجد يعني دول جبال ماشية على الأرض، ربنا يربط على قلوبهم. وطبعا شهدائنا في الجنة وشهدائهم في النار، وربنا يعز المسلمين اللهم أمين بنصر عظيم، امين يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة اجابة. اللهم عز المسلمين بنصر عظيم يا رب العالمين، وارزقنا شهادة على اعتاب المسجد الاقصى، يا اما ترزقنا نصر. اهو شايفين بقى اللي انا بغرقها دي كده، اللي احنا حطينا فيها خميرة وحطينا فيها زيت. بنغطي بقى، غطينا عجينة الفطيرة وغطينا عجينة البيتزا. طبعا البيتزا هتخمر والفطيرة هترتاح، لازم العجين يرتاح معاكي لازم.
دي تخمر ودي ترتاح. حطينا بقى العجينة اللي فاتت والعجينة دي ما كفتش، عايزين بقى نعمل عجينة الدوناتس. تمام، يعني عملنا من داك الفطير والبيتزا، ودي بقى هنعمل الدوناتس محتاج لبيضة. طبعا دي زي ما انتوا شايفين وعليه البيضة، مش اكتر من كده. ونحط بقى لبن، عندك لبن بودر حطي معلقة لبن بودر بتخلي طعمه جميل برضو. عجينة بلبن، حليب كده برضو. كل الحاجات دي بتخلي تخلي العجينة طعمها حلو، اللقمة طعمها حلو. ايا كانت بقى، تحط عليها شوكولاتة ما تحطيش، عشان محمد رسول الله. عجناها حلو وسيحنا حتة سمنة كده وحطيناها فيها. تمام، يعني سايحة بقى، مش سايحة قوي كده، عشان الدونتس بيحب يعني زبدة، سمنة بلدي كده يعني. يا حبايبي اهون حطينا فيها كده كده عجينة الدونتس، حطينا فيها بيضة مع الدقيق والماء واللبن او المية، ولبن بودرة او لبن بودرة، يعني يا لبن حليب يا لبن بودر، عندك الاتنين حطي. بنحط فيها برضو بكوبكين بودر مع الخميرة عشان هي بتخمر. وبنقعد بقى نضرب فيها ونعمل فيها ونطلع الكبت اهون. ونقطة فانيليا كده حلوة. انا طبعا بحب احط الفانيليا دي، انا نسيت احطها في البيض، فحطيها انت في البيض، بس انا حاطه مع البيض معلقة خل، قلت عشان تبقى ريحتها حلوة كمان، فحطيت لها معلقة الفانيليا دي. هتوضى. طب يلا روح اتوضى لصلاة العصرية. ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا، ربنا يهدي اولادكم واولاد المسلمين يا رب العالمين. عيالكم مجننينكوا كده زي ما عيالي مجننيني، ما اللي مأخرين الصلاة، ما اللي ما بيصلوهاش حاجة. ربنا يهديهم يا رب العالمين. مكان العجينة حطيناها، هي بس بتلزق كده حاجة بسيطة. طبعا بقى احنا كده خلصنا عجين، خلصنا كل العجينات، فبنمسح بقى الرخام عشان نبتدي بقى المرحلة التانية عما يخمر ويرتاح وكده. دعكناه بالليفة يعني والصابون وكده، ومسحناه بقى حلو وكويس عشان ينشف دقيقتين كده عما نيجي نعمل تاني. بقول لكم خمرت اهي، ارتاحت شوية، وبغطيها بنسيبها بقى تعمل شوية. طبعا ده اللي عملناه بقى في الاول. دي كانت عجينة لو لسه معايا بقى لحد هنا متابعيني من الاول، ما تنسوش لايك وقولوا لي دي عجينة اللي كانت في الطبق دي، هتشوفوها دلوقتي. دي امانة يعني قولوا لي دي عجينة على طول قبل ما تكملوا فرجة. دي العجينة التانية شايفين ملبن، عجينة ملبن كده. اتفقنا بقى التانية اللي كانت في البتاع دي اللي كان فيها خميرة، فاكرين؟ والاولانية دي اللي ما كانش فيها خميرة، اللي كانت معجونة بمية. دي بقى اللي احنا بنكورها وبنحطها على سمنة، دي عجينة زي الشطار كده عجينة الفطير. بكورها كور حلوة كده، كور يعني محترمة كده كبيرة. عملوا لي 4 كور او 5 كور. طبعا ده كمان لسه هيرتاح. طبعا الكرة دي كبيرة مش صغيرة، يعني دي مش هتبقى رقة واحدة، هتبقى كذا رقة. ودول تقريبا هعملهم فطيرتين اهون. حطيناهم بقى كده، كورناهم، بنعكهم سمنة، مش شرط سمنة سايحة، عادي يعني سمنة من البرطمان على زيت على كده، عشان تبقى حلوة كده. مش عارفة السمنة بتاعتي فيها الاسود ده. طبعا الطبق مكان العجين طبعا خلاص حطينا عليه سمنة بقى، فمش هيلزق في بعضه تاني خلاص.
حطيت ال5 كور في البتاع عشان انا محتاجة الصينية هعمل فيها يعني هحط عليها الدوناتس. قبل ما اكوري قبل ما التانية ترتاح شوية اهو جبنا عجينة الدوناتس برضو وكورناها قطعناها حتت. اعملي بقى الاشكال اللي تعجبك. الدوناتس معادش الوقت فيه اشكال اللي هو الشكل اللي هو المدور اللي فيه خرم من النص دون. الوقت بقى اي شكل يعني ده كده اهو عملنا عكس اعكاس كده شكله جميل قوي. العجينه بتبقى ماسكه نفسها معاكي ما بتبقاش مرقه قوي عشان طبعا بتخمر وكده. وراعي ان احنا في الحر في الحر العجينه يعني ايه بتسيب فاهمه فتخليها ايه ناقصه فم ميه دي اللي هي حته صغننه حبه صغننين. العجينه في الشتاء بتحتاج ميه ليه بتكلبش بتمسك في بعضها وخصوصا اللي فيها سمن وحاجات من دي بتمسك في بعضها اهو. دي اللي كده ايه اللي هي بتاعت دي اللي هحشيها اهو. بحشيها جبنه موزاريلا بتاع جبنه موزاريلا بقى جبنه شيدر اهو. صلي يا حبيب ماما شاطر سبولة شاطر يلا محمد شاطر يا ولاد. اول ما الاذان يدن رايح يصلي على طول عشان ايه ربنا بيحبه كده. ولد شاطر بيصلي الصلاة على وقتها بيأخرهاش عشان الثعبان الأقرع ما يجلوش في القبر يخبطوا خبطة ينزلوا 7 أرض. طب هبقى خيط هات إبرة وفاطمة خيط. صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا قطعنا ورق ودهنا زيت او لو عندك بقى ورق زبدة يعني عندك ورق زبدة تمام. مفيش بقى انا بعمل ايه بقطع ورق كده بس يكون ابيض. يعني الغلطة اللي انا عملتها هنا ان دي كان ورق كرز. شايفين خمرت ازاي بقى هدينا بقى الخمر بتاعها بدل ما اعملها كلها مرة واحدة ونقطع ونلف ونعمل. بعمل الطريقة دي كده ايه اسرع. هيك ايديك زيت عشان حتى ايه تلمع كده تاخد وتدي معاكي كده. الحتت اللي كانت في المقطع اللي فات بس انا ايه يعني كورتها ومش عارفة تصوير جيم مختلف ليه اهو. دوناتسية دي ولا مش دوناتسية؟ اما تخمر بقى هتبقى دوناتسية كبيرة يعني. سبحوا كده ووحدوا الله صلى على النبي ودعوا لأهالينا في غزة ربنا ينصرهم نصرا مؤزرا اللهم امين. متنسوهمش دايما من صالح دعائكم وانتوا بتصلوا في صلاة الفجر قبل الفجر تملوا في اوقات السحر الدعوة فيها مستجابة. ادعوا لنفسكم وادعوا لأولادكم. سبحان الله يعني كان في حديث يعني فيما معناه يعني مش فاكرة نص الحديث ان هو يقول يعني ربنا موجود في كل وقت وفي كل اذان وفي كل مكان. احنا اللي مش موفقين للدعاء. يعني فعلا احنا اللي مش موفقين للدعاء. الدعاء ليه اوقات بيستجاب فيه ربنا جدا. اوقات الدعاء فيه اللي هو ايه من اوقات الدعاء اللي هو وقت السحر وقت ما بيكون ربنا في سماء الدنيا بيقول هل من مستغفر هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل هل من طالب حاجة اديله اللي هو عايزه. سبحان الله. ومعظم الناس بتبقى نايمة. برضو من اوقات استجابة الدعاء التانية طبعا انا سايباكم مع العجين ان بتتفرجوا انا بعمل ايه طبعا من اوقات برضو استجابة الدعاء التانية وقت نزول المطر.
طبعا احنا دلوقتي خلاص في الشتاء، وقت نزول المطر ده من وقت، بص فتحت له ابواب السماء، يعني عشان المطر ينزل فتحت له ابواب السماء، فده وقت استجابة الدعاء. كمان ما بين الاذان والاقامة برضو وقت استجابة الدعاء. كمان بعد الصلاة، بعد صلاتك برضو وقت استجابة الدعاء. وتملي قولي ايه، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما تنسيش تملي حفظك لأولادك وحفظ ربنا ليهم قبل حفظك ليهم، انك تقولي لهم ايه اذكار الصباح والمساء، وانك انت كمان تقوليها. وصلاة الضحى طبعا الدونتس اللي انتوا شايفينه تحفة اهو، بوريهولكوا اهو المدور منه. طبعا احنا قليناه في الزيت، يعني ما عملناش اي حاجة لان احنا قليناه في الزيت بعد ما خمر شوية. والسادة اللي هو بالجبنة ده اللي تحفة، ده اللي اتاكل اول حاجة ابو الجبنة ده، ان كانت بتفش كده وعاملة زي الزلابية، عارفين عاملة زي الزلابية، شوف قطن يا ولاد، خطير والله. جربوه في البيت، اسهل وانضف واسرع. دي كانت سادة، دي كانت سادة، دي كانت سادة خالص. في بقى اللي هو بالجبنة، وفي اللي هو المدور ده. طبعا احنا بصوا انت ممكن كده تحطي عليه شوكولاته بيضه، تحطي عليه شوكولاته سمراء، تسيحي حبه شوكولاته في الميكروويف مثلا وتغطسيها فيه وتطلعيها. انا هنا ما حطيتش على الكميه دي شوكولاته، لان دي كانت في اللانش بوكسات بتاعه المدارس، فطبعا هتروح المدارس شوكولاته هيدهولوا الدنيا وهدومهم وكده، خليتها كده بس، كانوا معجبين بيها جدا يعني. هنا دي البيتزا زي ما انتم شايفين، حطينا بقى عليها الطماطم والحاجات، وما فيش اكتر من طماطم وفلفل والجبنه الشيدر اللي انتوا كنتوا شايفينها، ودخلناها الفرن بس. يعني الموضوع ما فيهوش اي صعوبه، يعني فردناها في الصينيه ودخلناها الفرن. قولوا بقى ايه رايكم في الحاجات بتاعه النهارده، اكتبوا لي تعليق حلو منكم. محمد صلى هو شاطر. والفطير بقى ورقناه واحده واحده، والبيتزا بيتزا الفطير دي، بيتزا الفطير عملنا فطيرتين وبيتزاية الفطير دي. انا مش عاملاها كبيره، يعني انا عاملاها قد الحق اللي انتوا شايفينه ده، شايفين ما شاء الله، ورقه من ورقه، حاجه كده تحفه. بحبكم في الله، متنسوش تعملوا لايك. طبعا توريق الفطير زي ما انتوا عارفين بنفرد على الرخامه وبنحط ما بينه سمنه واشتركوا في القناه. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.